عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني 2025 مع قناتكم قناة نسر اللغة العربية ومستر محمد سمير، والمحافظة الثالثة محافظة الإسكندرية. إن شاء الله طبعا نحل محافظة اسكندرية وتستفيدوا منها أكبر استفادة. ما ننساش ابن العزيز نشترك في قناة نسر اللغة العربية وننشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن نشر الفيديو فيه خير كثير، لأن نشر علم فيه خير كثير إن شاء الله. بيكم يا جماعة أبناء الطلاب وبنات الطالبات، طبعا قناة نسر اللغة العربية تبقى أكبر قناة على مستوى الجمهورية. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طالب الصف الثاني الإعدادي ابن العزيز وطالبة العزيزة ركزي معايا. السؤال الأولاني في محافظة اسكندرية، تعبير السؤال 2025. اكتب لافتة تحث فيها زملائك على حسن معاملة الآخرين. طبعا مستطيل بقى رصاص جواه بالقلم الجاف. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. بتعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. عندنا ده التعبير الوظيفي. التعبير الإبداعي، عندنا تختار واحد من الموضوعين. التلوث مشكلة خطيرة تهدد حياتنا، والعمل هو الطريق الوحيد لتحقيق الرخاء. سواء التلوث مشكلة أو العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق الرخاء، الموضوعين أسهل من بعض. طبعا أنت بتفكر التعبير وسلامة الخط، سلامة القواعد الإملائية والقواعد النحوية، وعلامات الترقيم تاخد الدرجة النهائية في التعبير بإذن الله. ندخل ابن العزيز مع أول سؤال معانا، أو ثانيا القراءة مع أول سؤال فيها اللي هو درس لغة خالدة. اقرأ ثم أجب. لقد جمعت اللغة العربية إلى كونها لغة الدين والعبادة، أنها غلت لغة العلم والأدب والسياسة والحضارة على اختلاف ملامحها، سواء كانت فارسية أم يونانية أم هندية، وجمعت بينهما في تلاحم رائع. سؤال نمرة ألف، تختار الإجابة الصحيحة ما بين القوسين فيما يلي. مرادف جمعت يا جماعة أضافت، نركز قوي. مضاد تلاحم طبعا تنافر، في تجاذب عكسها تنافر. ما الذي يشهد على تأثير اللغة العربية في الحضارات الأخرى؟ وجود آلاف الكلمات العربية في اللغات الغربية. وجود آلاف الكلمات العربية في اللغات الغربية. سؤال الألف في قصة كفاح شعب مصر. ثانيا، ضع علامة صح أم العبارة الصحيحة أم الخطأ أم العبارة الخطأ. السؤال بيقول كانت الأحزاب المصرية تتعاون من أجل مصر. طبعا الإجابة خطأ، ده الأحزاب ديت خربت بيتنا، لأن بسببها طبعا خسرنا طبعا حرب في فلسطين 1948 بسبب الأسلحة الفاسدة. اثنين، الحرية المصرية الحرية تحمية المزارع والمصانع. إجابة صحيحة. كان المشروع السد عليه أثر إيجابي على الزراعة في مصر. طبعا هنقول أسهم في تحويل مليوني من الأفدنة من الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية. كمان ابن العزيز ضمن لمصر زراعة 700 ألف فدان من الأرز سنويا، ودي جعل مصر من أكبر الدول المصدرة للأرز. هقول تاني، أسهم في تحويل السد العالي في تحويل مليونين من الأفدنة من الأراضي الصحراوية إلى أرض زراعية. ضمن لمصر زراعة 700 ألف فدان من الأرز سنويا، جعل مصر من أكبر الدول المصدرة للأرز. بعد كده ثالثا، قراءة متحررة المحتوى. اقرأ ثم أجب. الوفاء بالعهد أحد الخصال الكريمة التي يتصف بها العظماء، قد أمر بها الله تعالى حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بعهوده مع أعداء الذين كانوا يحاربونه ويكيدون له، ليدل بذلك على وجوب الالتزام بالعهد تجاه الناس جميعا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. السؤال الأولاني في ألف واحد، مضاد الوفاء الغدر. جمع الرسول طبعا الرسل، دلل على وجوب الالتزام بالعهد تجاه جميع الناس. هنكتب القطعة كلها يا جماعة، القطعة كلها. أنا آسف جدا نقولها تاني. مضاد الوفاء الغدر، جمع الرسول الرسل، دلل على وجوب الالتزام النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد. كل القطعة دي يا جماعة تتكتب أهي.
الإجابة بتاعتها الوفاء بالعهد إحدى خصال الكريمة التي تتصف بها العظماء، قد أمر بها الله تعالى حيث قال وأوفوا بالعهد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بعهده مع أعدائه الذين كانوا يحاربونه ويكيدونه. يدل ذلك على وجوب الالتزام بالعهد كان الناس جميعا مسلمين كانوا أو غير مسلمين. ماشي يا ابن العزيز؟ تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية مستر وأستاذنا محمد سمير، وطبعا تشارك الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر الفيديو ونشر العلم فيه خير كثير. ابن العزيز وطالبة العزيزة طالبة الصف الثاني الإعدادي. عندنا بعد كده نص الخلق. واحد، الخلق هو الدم الذي تتركرك في عين الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من مناظر البؤس. السؤال تخيل الإجابة صح. طبعا السؤال ده بأكبر يا جماعة. مرادف تتركرك يعني طبعا تتحرك. متى يستحق الإنسان أن يوصف بأنه رحيم؟ إذا كان قلبه يبكي قبل أن تبكي عيناه. لو بكى قلبه قبل أن تبكي عينا يبقى كده هو إنسان رحيم. الخلق هو الدمعة، تصوير للخلق بالدمعة وتعبير يدل على رقة الإنسان وشدة تأثره. تصوير للخلق بالدمعة ويدل على رقة الإنسان وشدة تأثره. كيف نعلم الناس مكارم الأخلاق؟ فلنحيي ضمائرهم. نحيي ضمائرهم ونثبت في قلوبهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. ماشي يا ابني؟ نحيي ضمائرهم نثبت في قلوبهم الرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. من نص الفلاح. أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا فلا تبقي يدي قفرة بواديها ولا فقرة. مضاد فقرة اختر طبعا اللي هي يا جماعة غنى. يشير البيتين اللي بعد أفضل الفلاح حيث يتغنى الشاعر بأمجاد الفلاح. هقولها لك شفويات اكتبها براحتك ركز. حيث يقول تغنى الشاعر بأمجاد الفلاح الذي يكتشف كنوز الأرض فيذكر على لسان. واحد، أنه يفتخر بعمله وبجهوده الوفيرة ويتباهى بأنه يحول تراب مصر بزراعتها ذهبا. اثنين، فلا تترك يده أرضا في وادي النيل إلا وتحولها من الجفاف إلى الحياة ومن النماء ومن الفقر إلى الغنى والرخاء. بعد كده ما قيمة بدء الشعر بأنا؟ تفيد الفخر والاعتزاز. هذا من النص يدل على أن الفلاح يستعين بآلات الماشية. نقول طبعا بماشية وآلات. وأكثر سأنميها زراعات بماشية وآلات وأكثر من نقابات وأنهض نهضة كبرى وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا. السؤال الثالث من نص العلم. واجب في العلم تخفيف لما يعر الحياة من النوائب. في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب. تخرج الإجابة الصحيحة. مضاد تخفيف طبعا ابن العزيز تثقيل. اهي خفف ثقل. فوائد العلم في البيتين ركز معايا واكتب ورايا. إجابة فوائد العلم يا ابن العزيز اهيتي. عندنا فوائد العلم: يخفف العلم عن الإنسان المصائب ويساعده على تحملها وتجاوزها، كما يوسع له أبواب التجارة والرزق وغيرها من الأعمال التي تعتمد على العلم. بعد كده ما الجمال في توسيع التجارة؟ تعبير يدل على أهمية العلم. تعبير يدل على أهمية العلم في توسيع أبواب التجارة. ما الجمال في تكرار العلم؟ طبعا تأكيد أهمية العلم. ندخل يا جماعة على القواعد النحوية. امتدح الجميع مصر. امتدح الجميع مصر لمكانتها العظيمة وريادتها في المنطقة العربية. العربية نعت مجرورها بجره الكسرة ألف ولام وألف ولام. ماشي يا ابن العزيز؟ فهي من أفضل الدول تعاونا يا جماعة. اللي بيجي بعد أفضل أعظم أكثر بعديها نكرة منصوب بيكون طبعا تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة. وقت الشدة الشدة مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة.
منحوها الحب والإخلاص. طبعا الإخلاص معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. استخرج ابن العزيز من الفكرة طبعا كم وبين نوعها. عندنا أهيتي وكم من مصريين. كم من مصريين طبعا خبرية. لو حبيت اخليها استفهاميه يا ولد بتاعت تانية اعدادي يا بنتي طبعا اقول كم مصريا. كم مصريا لان تمييز كم الاستفهامي دايما منصوب بالفتحه الا في حاله واحده لو جاء قبلها حرف جر. فعل مجرد هيكون طبعا سهل جدا نمشي كده اهوت. يعني منحوها منح مجرد ثلاثي. فعل مزيد بحرفين امتدح مزيد بالالف والتاء وزنه افتعل. شارك في الحفل طبعا طالبات يبقى 7 لانها بتخالف 7 مؤنثه. طالبات مؤنثه يبقى 7 مذكره. و11 طالبا لانها طبعا ايه بتوافق. 11 كلها بتوافق. الصدر بتاع العدد وعجز العدد بيوافقوا التمييز تذكيرا وتأنيسا. نمرة د نكشف في المعجم عن الدار. دار يدور أو دار أجيب المضارع يبنى عشان أعرف أصل الألف. يدور يبقى دور يبقى نختار دورا. طبعا اكتب بخط النسخ. هنقول بقى في مادة دورة باب الدال فصل الواو مع مراعاة الراء. اكتب خط النسخ. الناس موتى وأهل العلم أحياء. طبعا بتكتبها مرتين دون القشط أو طبعا أخطاء الإملاء بتكتب الإملاء ولي الأمر أو أي حد أكبر منك يملها لك ويعلمها لك. طبعا ابن العزيز في نهاية الفيديو ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية مستر محمد سمير وتشارك الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر العلم فيه خير كثير. في نهاية الفيديو أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد أفدتكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.